اهلا وسهلا بيكم في قناه دار الصباح. تعالوا بقى هقول لكم النهارده هنعمل ايه. شوفوا من شويه خرز هنعمل حاجه بقى تحفه، تعملي حاجه بقى ايه لنفسك. بصوا، دي دبابيس، ايوه دبابيس بس من غير راس. بصي، دبابيس طويله كده من غير راس، ادي السن مدبب اهو وهي من غير راس. وعندي بقى ايه، شويه دبابيس ابره تحت الخياطه، دبابيس ابره تحت الخياطه. وعندي شويه خرز اللي يعجبك. خلاص، انت تنزلي عند بتاع الخردوات اللي جنبك، تختاري لك شويه خرز كده على ذوقك، وانت اللي هتشتغلي وانت هتعملي. تخيلي انك انت بقى تعملي دبابيس طرحه بتاعتك وعلى ذوقك انت بقى، والالوان حسب اللبس او كده. انت ممكن هنا نغير الخرز ده. انا خدت الخرز ده، انا بقى عملت منه دبابيس وعملت منه فانوس رمضان، ان شاء الله بقى انزله ايه في القناه. وعندنا اللي هو ده الغيره، انا بجيب دي اقل كميه موجوده بس بتعمل كتير. بس لما تيجي تشتغلي بعد ما يعني تقوم مغطيها كويس عشان ما تنشفش. نيجي بقى هنا، النهارده هنعمل بقى دبابيس طرح. لو انت هتعملي الدبابيس دي مشروع، هي كتير قوي بالذات في المدارس، الاولاد بيطلبوا منها كتير وبتتباع كميه كبيره جدا قوي وبتبقى مطلوبه جدا، وممكن توزعها على المحلات، ممكن تعمليها اللي يعجبك. بس بتتسحب جامد قوي قوي قوي، بالذات في ايام المدرسه بيبقى الطلب عليها كتير جدا. لو هتعمليها ممكن تنزلي الموسك، بتجيبي ده بالكيلو. ده انا مش فاكره لان ده انا جايبه كميه كده على قد انا كنت بعمل بيها الدبابيس. فبعمل الالوان واخترت ده. قدامك بقى انت بتختاري الوانات كتير جدا في الخرز. بيبقى فيه خرز كتير جدا معروض، حتى في حاجات صغيره، اكياس صغيره انت بتختاري فيها اللي يعجبك. انا مثلا بجيب الالوان اللي انا ايه، حسب اللبس. مثلا انت بتجيبي اللون، مثلا الطقم ده بتحتاجي لون احمر، بتحتاجي لون ابيض، فانت بتعملي دبابيس على الالوان بتاعتك. بيبقى كل طرحه وليها الوانين. هنا ده انا هبقى اوريك انا بعمله ايه. انا ممكن تجيبي الزرار، بصوا انا عامله ده زرار. ممكن كده في الموسكي هتلاقي كده بمحل بيبيع زرار كده، بتختاري الزرار اللي يعجبك، الالوان، الشكل. وفي كمان ده بالكيلو. انت لو نزلت الموسكي هتلاقيه بالكيلو، بيتباع كده في اكياس. وهتلاقي كده في عند كشر الامبراطور في الموسكي في اخر الشارع، هتلاقي بقى ايه الناس اللي بتبيع الحاجات دي. اسألي كده على فين كشر الامبراطور، اللي هو النص التاني في الموسكي بس على ناحية الشمال. وبتجيبي الحاجات دي والغيرها. انت بقى بتجيبي اي انواع عندك بقى، بيبقى في حاجات تحفة قوي. يعني مثلا انا عندي اشكال كتير. بصي، ده شكل، ده خرز، دي خرزايه. طبعا احنا اللي عاملاه كده، هقولك الطريقه بتاعتها ازاي. بصي، وبتعملي بقى الالوان. مثلا في شكل تاني كده، بصي ده خرز برضو. انت بتختاري الموديل اللي يعجبك. دول عندي من زمان يا جماعه، دول عنده قدام، بس انت بقى بتشكلي براحتك. عايزه تعملي نفس الشكل ماشي، عايزه تختاري. حاليا دلوقتي في خرز كتير واشكال تحفه قوي وحاجات حلوه قوي بتتعمل. وفي اهي اللي انا وريتلك منها دلوقتي اهي، معموله منها بالدبوس الكبير، ومعموله منها ايه الصغنن كده. ده الدبوس الابره بتاع الخيوط. بصي، انا بقى هقولك على السر اللي هو اللي بيلزق فيه ده، اللي هو ايه، اللي هو الغير ده. وعامله، بصي عامله ده كمان، ده لازقه اللي هو اللي هي دي. انا لازقهم كده وعملت الشكل ده. انا اللي مختاره الشكل ده. ده زرار على فكره، ده زراير. وفي ممكن القماشه، في قماشه كده بالمتر بتتباع. لا دي الحليه بالمتر ده انا قطعه منها، وممكن نقعد نلزقها. اوريكي بتتلزق ازاي. بتتعمل كده على الدبوس برضو، تعدي كده وبتتلزق، وبنلزقها كده. لو هتعملي مشروع، هو ميزه بقى ان هو بيطلب كتير جدا، فبتعملي كميه كبيره قوي. عشان ده لو انت هتعملي مشروع، لو انت هتعملي بقى لولادك وكده،
دي على فكره الاطفال الصغار بيحبوا يشتغلوا فيه قوي، فممكن لو انتوا قاعده انت كده والاسره كده تقوموا عاملينه، العيال بيحبوا بتعملوا بقى، بتسح منه كميه كبيره جدا. بصي كمان كده من عند الاطفال الصغننه خالص كده، بصي عاملين ايه، عاملين زي عقد كده. بصي شكله جميل قوي. هم عاملينه كده تقريبا 10 خرزات وخرزية واحدة. في كمان كده ادي الخرز ده ممكن نعمل عقد باكسسوارات. بصي كمان كده، بصي ده بيتعمل كده حوالي متر ونص، بتقعدي تلضميها بس بايه هو مش بخيط، هو الخيط اللي هو البلاستيك ده الرفيع، اللي هو الرفيع خالص ده بيتعمل. بصي لازم تعملي حوالي متر ونص، تقوم جايبهم كده فوق بعض وبيتعمل كده. بصي ده عقد. وممكن بقى الدبابيس دي بتتعمل بعجينة السيراميك. عجينة السيراميك دي بقى اللي بتتشكل بقى وبتشكل الاشكال اللي انت عايزاها، وبتحطيها على الدبوس وبتتلزق، تتحط في الدبوس كده عجينة السيراميك وبتشكليها ورد، بتشكليها شكل اي شكل يعجبك، كورة اي حاجة، بيبقى شكلها تحفة برضو. ده بالنسبة اللي عايزة تعمل مشروع. لكن اللي عايزة بقى جنبها من اي بقى خضروات جنبها، تقدر تنقي شوية الخرز كده من اللي عنده وتعمله كده ليها ولأطفالها في المدرسة. والدبابيس الصغننة الحلوة دي، بصي في ايه طبعا دي بنعمل ايه، بتعملي بيربطوها في الطرحة بقى حسب اللون وانت حسب اللون اللبس بتاعك، هو بيبقى فيه الوان كتير. بس بقى النهارده بقى ايه هعمل ايه، هوريكي بتتعمل ازاي وبتتلزق ازاي وبتسيبيها تنشف وبعد كده بتستعمليها عادي. عارفين شيء جميل قوي ان الستات تعمل دبابيسها، تبدع كده في الدبابيس بتاعت الطرح نفس ده. ادي الخرزية اهي، بجيب دي بقوم دهنها كده وبقوم مدخليها ادي الدبوس اهو. انت بقى بتسيبيه ينشف عشان يطلع بالنتيجة اللي انت شايفاها. الخرز ده كمان بيستعمل في الشغل، في العبايات وفي الفساتين وفي الشنط. عارفين الشنط تعملوا بقى الشنط. نعمل واحد تاني، على فكرة هو كله لون لوحده بس انا دمجهم مع بعض عشان ايه، يعني الواحد بيعمل حاجات كتير اوي على الشنط وحاجات كتير غير الشنط. لو انت بتشتغل حاجة في الهدوم وحاجة برضو تعملي الخرز ليه كذا حاجة. في مرة كده لو عملت ممكن اعمل لكم طريقة الخرز دي بنعملها ازاي، سهلة قوي. لو على فكرة مش لو هتعملي مشروع مش مكلف خالص كده كده، شايفة. نيجي بقى بالنسبة لدي، دي الكلفة اللي هي بالمتر، اللي بتتباع بالمتر، بتبقى عريضة كده. مش مشكلة، احنا ممكن نعمل بايدينا. وابتدى ينشف مني عشان سايباه المروحة شغالة، هو بيبقى اخف من كده. بصي الدبوس اهو. على فكرة في اشكال جميلة في الموسكي تحفة، وممكن تعملي بالالعاب الصغننة حاجات جميلة. بصي شايفة بيبقى صوري كده. ما دي برضو الكلفة دي بتتعمل منها الشنط الصورية، شايفة. ادي الدبوس اهو ينشف برضو وبعد كده ايه
كنت بروح انقي زراير، الزراير ده اللي بيتعمل منه انسيال اللي هو الاسود ده. بصي بقى، في ادي دبوسه اهو كمان، بصي. ومش شرط زراير، ممكن برضو دي اللي هو برضو خرز، بصي اللي هي زي كده، شايفه ده. بصي انا عامله اللون ده. سواء الطرحه اما تكون طويله بتحطيها على الجنب، بتحطيها قدام كده. لو هتعملي مشروع هيبقى حلو قوي، السحب والطلب عليه جامد، بس مش مكلف على فكره. يعني لو بصيتي يعتبر ده لا شيء في التكلفه بتاعته. اهو حاجه زي كده برضو. احنا بقى ايه، ليه بنستعملها في العبايات وفي الفساتين وفي فساتين الافراح. بنعمل الظهر كده، بنقلب الظهر. ممكن تلاقي كده بتاع دوت خرزايه بقى، بتلاقي شيء ما تتوقعش ان دي خرزايه. يعني هي كده عامله ايه، عامله مثلث كده. بصي هي بتلزق على طول على فكره. هنيجي التانية بتعملها كده، طلع عشان متتحركش، جايبينها كده جنبها. بصي بقى شكلها تحفه ازاي، قد ايه شيء رائع لما الست تعمل، بجد الواحد بينبسط قوي ان الستات تعمل كل حاجه بايديها. بصي شكله تحفه ازاي، شايفه؟ لو عندك فرح ولا مناسبه بتحطيه، بيبقى حلو قوي، تحفه جميله. وهكذا كده بنعمل الحاجات دي جميله. يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو، وربنا يوفق الكل. اذا احتجتوا اي حاجه او تفسير عن اي شيء انا تحت امركم. ويا ريت بقى تدعموني بقى باللايك، ده حاجه بتسعدني اول ان كنتوا تشتركوا معانا في القناه وتعملوا لايك. بتاع ده اللبوس ده اذواق، كل واحده وذوقها. بصي شكله تحفه. لما بينشف كمان الغيره ده بيبقى فاتح خالص. بصي شايفه؟ بصي الجمال. اما بقى بالنسبه للدبوس الابره، ادي الدبوس اهو، هندخله في الخرزايه كده. وقبل الاخر هنعمل ايه، اهو مدهنين كده بالغيره، وهن ايه نعمل كده. الزياده دي ممكن نمسحها عادي. بصي اهو ماسك اهو، شايفين؟ ده الدبوس الابره، شكله حلو كمان للاطفال لما بتحطهم كده في الدبوس الطرحه، بيبقى جميل. بنات اعدادي وابتدائي. بصي شايفه الجمال، شايفه؟ شايفه؟ نعمل واحد تاني، نعمل واحد احمر. ادي الدبوس ندخله كده. خلاص قبل بقى ننزل شويه هنعمل بالغيره، وبعد كده نشده كده. ايوه شايفه؟ ونسيبه لما ينشف بقى. بصي الدبابيس اهي، دبوس الابره.
انتي لو نزلتي هتشتري خلاص، انا قلتلك اللي عندي ده يعتبر قديم، هتلاقي حاجات جميلة قوي تحفة. اشكال جميلة نزلت وخطيرة جدا بجد. هو كيس بيتباع ب10 جنيه، لو انت هتنزلي الموسكي كيس ب10 جنيه، في اشكال كتير قوي.